وبأحداثنا الجديدة النهاردة والحلقة الأولى ومسلسل وش وظهر، وإن شاء الله هنلخص الحلقة مع بعض. بتبدأ هنا حلقتنا الأولى زي ما احنا شايفين بجمال فرحات. بيكون هنا راكب المواصلة وبيفكر في حاجات كتير حصلت له. هنشوف ايه اللي هيحصل في أولى حلقتنا النهاردة. بيكون هنا موجود في الشارع، وبتكون هنا في ست معاها ابنها بيقع على الأرض، والناس كلها بتتلم حواليه علشان تفوق الولد. بيبتدوا هنا يقولوا لها اديله عصير علشان الولد يفوق. هنا بتقول لهم بيقول لهم جمال ما ينفعش نديله عصير، ممكن الولد يكون عنده سكر او اي حاجه، وفي اقرب صيدليه هنا. وفعلا بيروح بياخد الولد وبيودوه هنا الصيدليه القريبه من المكان. هنا الدكتور الصيدلي بيقولوا ده الصح اللي انتوا عملتوه، كويس ان انتوا جبتوا الولد لحد هنا. الولد كان ممكن يضيع لو كان شرب العصير ده. وبيبتدي هنا والدة يعني الولد بتشكر هنا جمال لأنه أنقذ حياة ابنها، وبتقوله أنا مش عارفة أشكرك إزاي. وبيقول لها ما فيش شكر ولا حاجة. بنشوف هنا جمال بيحكي لنا حكايته. بيقول إن هو شغال هنا في مخزن أدوية. من كتر ما هو شغال في المخزن ده عرف الأدوية دي مصدرها ايه ويعني ايه فايدتها وايه اضرارها. وبيحكي لنا هنا عن شغله في المكان ده وقد ايه ان هو مرتبط بيه. كمان هنا بيكون معاه 2 صحابه، بيكون جمال عبد السميع وطه موجودين معاه، بس دول بياخدوا أدوية بيقولوا إن هي فسدت وبيبيعوها هنا، أدوية مخدرة بيبيعوها هنا برا يعني المكان. هنا بيكون حكاية جمال فرحات وبيحكيها لنا واحدة واحدة. بنشوف كمان هنا جمال بيخلص الشغل، بيبتدي هنا ينزل علشان يعني يروح. بيجي حد وبيقول له انت جمال بيقول له انت جمال، فبيقول له ايوه. فبيديله هنا شنطة فيها فلوس كتيرة جدا. هو بيفتكر انه هو جمال عبد السميع لكن هو جمال فرحات. وبعد ما بيديله شنطة الفلوس دي بياخدها هنا جمال وبيفرح بيها جدا، وبيكون مش عارف يعمل ايه. بيمشي هنا في الطريق وبيقول انا اول مرة امسك مبلغ كبير زي ده، وبيفكر يعمل ايه بالفلوس دي. وهو عارف طبعا ان الفلوس دي كانت مش ليه. بيقول هنا انا هطلع البيت وخلاص، انا مش خايف من ميسة، وهحكي لها على اللي حصل بالظبط. يا دوبك هنا بيخبط على الباب، بتيجي ميسة هنا جايبه فار في المصيده، وبتقول له ارمي الفار ده بعيد عن هنا. هو بيكون لسه عايز يتكلم معاها في اللي حصل، ما بتدلوش اي فرصه. وبتقول له بسرعه بسرعه ارمي الفار ده بعيد عن المكان خالص وبعيد عن البيت علشان ما يرجعش تاني. بياخد هنا جمال الفار وبينزل من البيت وهو محتار جدا، وبيفكر يعني هيعمل ايه في اللي هو فيه ده. بيبص هنا للفار وبيقعد يفكر لفتره. بيفضل يفكر وبيفتكر كمان ذكرياته اللي كانت ما بينه وما بين ميسة، وهنشوف في المشاهد اللي جاية. بنشوف كمان في حلقتنا الأولى النهاردة دي حكاية زي ما احنا شايفين ضحى بتكون بنت يعني على قدها وشغالة هنا في مصنع حلويات. بتكون بتبات في سكن يعني تبع الشغل، لأن هي بتصرف على اخواتها وده شغلها في مصنع حلويات. وكمان دي صاحبتها هبة وبيكونوا أصدقاء جدا. هنا بيكونوا موجودين مع بعض في نفس السكن، وبيكونوا بيحكوا لبعض عن كل حاجة. هي هنا صديقتها يعني فعلا يعني القريبة منها جدا. وبتبتدي هنا بتيجي تاني يوم في الشغل، بتقول لها انا هسيب الشغل ده وخلاص، يعني انا بحب حد وهروح معاه. بتقول لها مين الشخص ده؟ بتقول لها عبده، وهو هياخدني وهيشغلني وهكون معاه وهو بيحبني وانا بحبه. بتقول لها عرفتيه من امتى؟ بتقول لها لسه عارفاه امبارح. بتقول لها لحقتي حبيتيه؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بتقول لها هو ده اللي انا حاسه من ناحيته، وكمان هشتغل معاه. بتقول لها هتشتغلي معاه ايه؟ بتقول لها في افراح يعني وحفلات وحاجات زي كده. بتقول لها ازاي تفكري في حاجه زي كده، وازاي هياخدك ويبهدلك في مكان زي دي؟ قالت لها هنا هو هيحميني وهيكون ظهري، ومش هخاف من اي حاجه مادام هو معايا، وكمان انا مرتاحه له جدا. بتقول لها طيب خلاص خليني اقابله وانا هتكلم معاه واشوف مين الشخص ده اللي قلب لك دماغك بالطريقه دي. فعلا بتيجي هنا وبتقابل عبده، وبتبتدي هنا تتكلم معاه وبيقول لها انا هحميها وهكون ظهرها وما تخافيش عليها من اي حاجه. كمان بيقول لها انتوا يعني بتاخدوا كام في المصنع ده؟ بتقول له 2000 جنيه. بيقول لها طيب 2000 جنيه في الشهر، لكن انا هديها 1000 جنيه في الليلة. طبعا هنا بيقول لها مفيش اي حاجة وحشة تحصل لها وانا حماية ليها. وكمان هنا بتقول ضحى ان هي ارتاحت ليه من اول ما شافته، مع انها كانت قلقانة منه جدا. هنا كلامه بيطمنهم وبيقول لهم اني هو حماية، وبعد كده مش هيحصل لها اي سوء. بنشوف بعد الكلام اللي بيحصل ما بينهم، وبتكون هبة هنا فرحانة جدا. وكمان هنا ضحى اقتنعت هي كمان بكلامه. بيبتدوا هما الاتنين يروحوا معاه بعد المبالغ اللي قالها لهم دي، وبيشتغلوا هنا معاه في الافراح، وبيبتدوا هنا يروحوا معاه الشغل ده.
هنا ضحى بتكون محرجة جدا، بس خلاص الشغل يعني تم، وهنا بيكونوا مروحين وبيوصلهم هنا عبده وبيقول لهم بكرة عندنا شغل تاني. فبتقول له طب ادينا راحة يعني يومين ولا حاجة. بيقول لها حد يكره يعني الشغل، دي سبوبة ورزقنا. هنا بيوصلهم، وفي نفس الوقت هنا يعني بيقول لهبة خلي بالك من نفسك، وبيقول لها هنا ان انت يعني كل حاجة ليا. وكمان بنشوف في حلقتنا النهاردة هنا بيكون جمال بيروح هنا لأبو البراء، وبيبتدي هنا يتكلم معاه وبيقول له انه عايز شغل وسكن. بيقول له انت عايز الاتنين؟ بيقول له ايوه. بيقول له طيب خلاص انا هشوف لك الاتنين دول. بيقول له بس انا عايز سكن دلوقتي حالا لاني انا ما عنديش مكان ابات فيه. بيقول له طيب تمام. وبينده هنا حد شغال عنده وبيقول له يوديه يعني هنا فندق قريب من المكان. وفعلا هنا بيروح جمال يبات في المكان ده زي ما احنا شايفين. بنشوف كمان يعني في حلقتنا النهاردة هنا بيكون خلاص يعني موجود في الفندق ده، وبيجي له هنا اتصال من ميسة مراته. ما بيرضاش هنا يرد، وبيفتكر هنا ذكرياته معاها، وبيقول هي ما كانتش ليا خالص، وحتى يوم يعني فرحهم والدها اتوفى وكمان ما كانش بتهتم بيه. ودي لقطات من اللي كان بيفتكرها لما كانت بتهمله في كل مناسبة. هنا بيكون متضايق جدا منها ومن تصرفاتها، وهنا بيقفل التليفون خالص ما بيردش عليها. وكمان بيبتدي يقلع الدبلة من ايده، وبيقول هي من الاول ما كانتش ليا لان هي متعلمة وجامعية وانا يا دوبك معايا اعدادية، والجوازة دي كانت غلط. وبيرمي هنا الدبلة من البلكونة. بنشوف في المشهد ده هنا ضحى هي وهبة بيكونوا راجعين بالليل، واهل هنا الحته بيتكلموا معاهم بيقول لهم انتوا كنتوا فين؟ وايه الشنطه اللي معاكم دي؟ انتوا كلهم بتيجوا متاخر، احنا لازم نفتش الشنطه دي ونشوف انتوا كنتوا فين بالظبط. طبعا هنا بتخاف ضحى وبتقول لهم محدش هيفتش الشنطه دي، وبتزعق معاهم. بيجي هنا ابو براء وبيقول لهم في ايه وليه بتقولوا كده؟ فبتقول له عايزين يعني يفتشوا الشنط بتاعتنا وهم ليهم ايه عندنا. فبيقول لها طيب انت جايه منين دلوقتي؟ بتقول له ايوه كده، انت كلمني بالراحه وانا هقول لك كل حاجه. هما بيتكلموا باسلوب مش كويس. بتبتدي هنا تتصل بعبده وبتسمعه كل اللي بيحصل، وبتقول له احنا شغالين في مستشفى قريبه هنا من المنطقه. بيقول لها طيب لو الكلام ده صحيح هنا يعني اهل الحاره بيقول لها لو الكلام ده صحيح ورينا يعني انت شغاله وودينا دلوقتي حالا. بتقول لهم طيب خلاص هوديكم. وفي نفس الوقت هنا بتكون قلقانة جدا وبتدعي ان ربنا يسترها معاها، وبيروحوا هنا وبيركبوا تاكسي علشان توديهم المستشفى. بيكون طبعا عبده هنا عمل اللازم وسمع كل المكالمة، وهنشوف هيعمل ايه في المشاهد اللي جاية. هنا عبده بيخرج من جوه وبيقول لهم انتوا ايه اللي رجعكم تاني؟ انتوا لسه ماشيين؟ وطبعا هنا بيسبق الحكاية خالص وبيقول لهم انتوا ايه اللي رجعكم تاني؟ انتوا لسه سايبين الشغل دلوقتي وماشيين حالا. بتقول احنا نسينا الموبايل وهندخل علشان نجيبه. فبيقول لهم طيب تمام. وبيتكلم على ان هم موجودين فعلا في المستشفى وشغالين فيها. فهنا كلهم بيتحرجوا وبيقولوا قد ايه ان احنا ظلمناهم يعني، وان بعد الظن اسم. وهنا بيصدقوا ان هم شغالين فعلا في المستشفى دي. بتفرح هنا جدا ضحى وهبة، وبتبتدي هنا ضحى تقول لهم طيب هدخل جوه اجيب حاجة. وبتدخل جوه وبتدعي هنا ربنا ان الحمد لله ربنا استرها معاها ومفيش حد عرف اي حاجة. بنشوف كمان في المشهد اللي جاي هنا بيبتدي حد بيجي يخبط هنا على ميسة وبيقول لها جمال فين؟ بتقول له هو جمال حصل له حاجة ولا ايه؟ بيقول لها ابدا احنا معاه في الشغل وبنسأل عليه. بتقول له هو ما جاش من امبارح من ساعة ما اخد الفار علشان يسربه. بيقول لها فار ايه وايه الحكاية دي؟ فبتقول له معرفش هو ما جاش من امبارح. وبيمشوا هنا من المكان. اما بنشوف في نهاية حلقتنا النهاردة بنشوف هنا جمال بيكون معاه الفار وبيجي هنا بيفتح له وبيطلعه ويسيبه في الشارع. وكمان هنا بيرمي المفاتيح وهو بيجري في الشارع وبيكون مبسوط وفرحان بالحرية اللي هو فيها. وبتكون دي كمان نهاية حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله نلخص مع بعض الحلقات اللي جاية. وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم.